احنا بس على اخواتي حبايبي كلكم تبقوا بخير. النهارده كان نتكلم عن ماتش منتخب مصر وملاوي اللي لسه خلصان حالا. ده في مصلحه منتخب مصر نتيجه 4-0. هنقول كل حاجه وكل التفاصيل ومين اللي جاب الاجوان وكل الشغل هنقوله. فخليك معايا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى بس على اخواتي حبايبي يا رب كلكم تبقوا بخير. قبل اي حاجه وزي ما اعتدنا صلي على سيدنا محمد، وبعد الصلاه على سيدنا محمد قوم تتفرج على الفيديو ده من وقت الصلاه واقفل الفيديو روح صلي وبعد كده تعالى اتفرج على الفيديو. ماتش منتخب مصر وملاوي اللي انتهى بمصلحه منتخب مصر الحمد لله بنتيجه 4-0. النتيجه اللي انت ما قدرتش تحققها في ارضك اساسا حققتها بره ارضك. مش مهم، المهم اللي انت حققتها. تاني حاجه منتخب مصر بدأ الماتش ده بنفس التشكيله. هتقول لي ايه نفس التشكيله؟ طبعا عرفني بيها اقول لك هي كانت نفس التشكيله اللي بدأ بيها، عشان لو انت ناسيها ولا اي حاجه او انت ما اتفرجتش على الماتش وعايز تعرف التشكيله اللي بدأ بيها. بدأ بمحمد الشناوي في نص المرمى، خط الدفاع بدأ بمحمد حمدي لاعب بيراميدز، وبدأ بمحمد عبد وقصدي بعبد المنعم واحمد حجازي وهاني، وخط الوسط بدأ بطارق حامد ومحمود حماده وزيزو، وبدأ في خط الهجوم صلاح ومرموش ومصطفى محمد. ده كل اللي بدأ بيهم. دي كانت التشكيله اللي بدأ بيها في الماتش اللي كان على ارضنا، وبدأ بيها الماتش اللي كان بره ارضنا اللي كان في ارض ملاوي. الشوط بدأ على طول كان في الدقيقة الرابعة علينا طارق حامد رزع الجون، وده للعلم أول جون لطارق حامد من ساعة ما انضم لمنتخب مصر. ده أول جون ليه في مسيرته في منتخب مصر. الجون ده جه في الدقيقة الرابعة. ثانيا على طول كده بدون كلام احنا لسه هنتكلم يا باشا، في الدقيقة ال 16 سجل عمر مرموش الهدف الثاني، وبعديها في الدقيقة 20 سجل محمد صلاح الهدف الثالث. شوط اولاني مفيش اروع من كده. ضغط عالي عملت، استحواذ على الكوره عملت، تسديد على المرمى عملت، وجبت 4 تجوان. عملت كل حاجه. يعني احنا قعدنا فتره كبيره قوي نقول يا جدعان امتى نشوف منتخب مصر ده بخط هجوم قوي، امتى نشوف منتخب مصر ده قادر يهاجم مش بيدافع ويلعب على المرتدات بس. احنا شكلنا هنشوف الكلام ده مع فيكتوريا. شكلنا هنشوف الكلام ده مع فيكتوريا بجد. شكل الراجل ده ناوي على حاجة كبيرة بجد يا جدعان. شكل الراجل ده هيغير مستوى مصر مش حاجة تانية. تتمنى بس ما تنساش ان منتخب ملاوي اساسا منافس ضعيف. يعني مش ده اللي تاخد منه، مش ده تاخد شكل منتخب مصر خلاص، لا ده شبه. يعني ده اختبار خفيف لسه من الاختبارات القوية. نوصل ان شاء الله افريقيا وتبدا بقى، ممكن نوصل نيجيريا، ممكن نوصل السنغال، ممكن نوصل المغرب. في ساعتها هيبان القوه حقيقه، وهيبان ان المدير الفني ده ناجح او مش ناجح. فاهمني؟ فمنتخب ملاوي منتخب ضعيف. تاني حاجه انا ما عنديش تحليلات كتير اقولها ولا عندي كلام كتير اقوله، بسبب ان الماتش كان يعني هنا الماتش ده في وقت الصيام، فمعظم القهوه قافله. القهوه اللي عندي في المنطقه قافله كلها، ما عرفتش اتفرج على الماتش في قهوه. تاني حاجه البث كان عمال يقطع اساسا، الواحد مش كان عارف يشوف 5 دقايق على بعضهم كاملين، بس كل شويه كان بيقطع، فالواحد ما عرفش يركز بجد. شتته تفكير الواحد وما عرفتش اركز بجد غصب عني والله. فانا ما عنديش كلام كتير اقوله غير ان انا اقول لك الاجوان والتبديلات والكلام دوت. تبديل في اول الشوط وتبديل في اول الشوط ده طلع محمد الشناوي ونزل محمد صبحي اللي هو حارس المرمى. ده تبديل عجبني جدا، اللي هو بيدي ثقل ده وثقل ده، واتمنى ان في المنتشر ده يدي لاحمد الشناوي يجربه. يعني يجرب اللعيبه ما يلعبش. انت خلاص بنسبه 90 95% ضمنت الصعود. ابدا العب بتشكيله ثانيه جديده، طلع ال 11 لاعب دول حتى محمد صلاح، وابدا ادي ال 11 لاعب جداد زي احمد عبد القادر، مصطفى فتحي، احمد كوكا، مروان عطيه، الكلام دوت، حمدي امام عاشور. الكلام ده كله اديهم ثقه، واديهم ان هم يلعبوا شويه، ياخدوا الثقه يعني. بعد كده جه جون زيزو في الدقيقه 50 على طول، جون زيزو من صناعه محمد هاني. بعد كده التبديل مصطفى فتحي مكان زيزو في الدقيقه 56. في الدقيقه 56 نزل مصطفى فتحي مكان زيزو. وتبديل تاني امام عاشور، ونزل امام عاشور مكان عمر مرموش
في الدقيقه 70 نزل امام عاشور مكان عمر مرموش في الدقيقه 70. وبعد كده برضو حمدي فتحي برضو في نفس التوقيت، يعني التبديلين كانوا نازلين مع بعض. حمدي فتحي نزل مكان محمود حماده برضو في الدقيقه 70، التبديلين كانوا معمولين مع بعض. بعد كده كوكا نزل مكان محمد صلاح في الدقيقه 77. والشكل ده كان خلصنا تغييراتنا وخلصنا كل حاجه، وكنا جايبين الاربع تجوان وكنا ظابطين الدنيا، واحنا كده 100 100. ومجموع الاهداف في المباراه اللي هنا والمباراه اللي هناك 6-0. احنا عملنا حفله على ملاوي، عملنا حفله جوه ارضهم مش عندنا. يعني احنا الحفله بتاعتنا اجلناها لغايه ما نروح هناك، يعني كنت متوقع ان كان المفروض الحفله تقوم هنا على ارضنا، لا احنا رحنا عملنا الحفله هناك على ارض ملاوي. وبس في نهايه الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.